لو عايز تعرف ازاي تفهم نفسك صح، تابع معايا الفيديو للآخر. أصعب حاجة في الدنيا إن البني آدم يفهم نفسه، صعبة جدا جدا جدا. احنا عبارة عن صندوق اسود جواه كمية معلومات متخزنة ملهاش حصر وملهاش آخر، من أول طفولتك بقى والطريقة اللي كان بابا وماما بيعاملوك بيها، للمدرسة واللي انت قابلته في المدرسة، لمواقف قابلتها طول ما انت ماشي في حياتك ومخك عمال يخزن ده. وبعدين تلاقي نفسك فجأة خايف من حاجة وانت مش فاهم انت خايف منها ليه. تلاقي نفسك حاجات انت بتحاول تفهمها وتستوعبها ومش عارف تستوعبها. حاجات كتير قوي عن نفسك ومواقف عمالة تتكرر وانت مش فاهم المواقف دي عمالة تتكرر ليه. نمط ناس معينة عمالين بيظهروا في حياتك وانت برضو مش فاهم هي الناس دي بتظهر ليه. حاجات كتير قوي بتحصل في رحلة الحياة بتاعتنا بتخلينا في الآخر مش فاهمين نفسنا. خليني أقولك سر عن نفسي، إن أنا برضو كنت شخص مش فاهم نفسه خالص. كنت بعاني من إن أنا كمان مش عارفة أتعامل مع اللي حواليا ومش فاهماهم، ومش عارفة أكون الشكل أو النموذج اللي كل الناس تبقى راضية عنه. يعني لا عارفة أرضي صاحبتي ولا عارفة أرضي مامتي ولا عارفة أرضي بابايا، ما مش عارفة أبقى مين عشان خاطر أرضي كل الناس دي، لأن كل واحد فيهم برضو هو عنده نموذج معين جوه دماغه وحاجات برضو في الباك جراوند جوه دماغه بتخوفه، فعايز نمط معين للشخص اللي قدامه، فالوضع صعب جدا يعني. وبعدين جالي وقت اللي هو وصلت لمرحلة كده اللي هو خلاص أنا لا فاهمة الناس ولا فاهمة نفسي ولا فاهمة أنا في الدنيا ليه ولا بعمل إيه ولا عشان إيه ولا أي حاجة خالص. اللي هو كنت بقعد أقول لنفسي كده أنا عايش شبه ما كل الناس عايشت. يعني انا هعمل ايه؟ هدخل الكلية، هخلص الكلية، هشتغل، هتجوز، هخلف، هموت بس. فكنت بفكر بالشكل ده اللي هو الحياة يعني هيحصل ايه فيها؟ يعني هي كده تتعاش زي ما تيجي وخلاص. وما كنتش شايفة للحياة اي لازمة او معنى، يعني هي فايدتها ايه؟ احنا جايين عشان خاطر نموت؟ ايه الفايدة من الحياة؟ لحد ما واجهت صعوبات في حياتي خلت انه لا، يعني انتي لازم تتغيري. يعني صعوبات اجبرتني ان انا لازم اغير طريقة تفكيري، لازم اغير النمط اللي انا فيه. ولما الصعوبات دي واجهتني انا معرفتش اتعامل بطريقتي، ولا عرفت يعني بخبراتي او اللي انا اتعلمته او اللي انا عارفاه ان انا اتصرف فيها. واضطريت بقى ان انا اقرا وافهم واتعلم، وبدات اتعلم بقى عن علم النفس، وكانت هي دي البدايه ان انا افهم نفسي. واقعد اقرا في علم النفس واقول ايوه الحته دي فيا، ايوه الحته دي في فلان، ايوه الحته دي في فلان. ايوه، يبقى لما في حد عمل التصرف الفلاني ده لانه عنده احتياج نفسي لواحد اتنين تلاته. ممكن اكون شايفة شخص قدامي مثلا عصبي، بس ده هو عصبي عشان خاطر هو عنده شعور من جواه بالظلم او اتعرض للظلم وهو صغير فطالع عصبي. فبدأت اربط حاجات وافهم حاجات في نفسي وفي الناس كنتش فاهماها خالص، بسبب ان انا اضطريت ان انا اتعلم علم النفس. يعني ما كانش ده لا طريقي ولا دماغي، ولا كنت ناوية اطلع دكتورة نفسية اصلا، ولا كل الكلام ده خالص. فبجد اللي عايز يفهم نفسه ويفهم دوافعها ويفهم هو بيفكر ازاي، ويفهم كمان الناس اللي حواليه بتفكر ازاي، علم النفس بيفرق جدا 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 ان هو يفهم نفسه، يفهم الناس اللي حواليه. واجهني في حياتي ناس كتير كانوا نرجسيين، بس انا ما كنتش فاهمة يعني ايه نرجسي، وما كنتش فاهمة ان دي الطريقة بتاعة التلاعب بتاع النرجسي. قابلني برضو في حياتي شخصيات
عندهم اضطراب في الشخصية أو عندهم مخاوف كبيرة جدا، فكانوا بيعاملوني بطريقة مش مفهومة. فكل ده أنا كنت بفسره على إنه أنا اللي فيها مشكلة، يعني كنت أقعد أقول لنفسي أنت اللي فيكي مشكلة، انت ترقيكي، انت اللي عملتي حاجة هي اللي مخلياهم يعاملوكي بالشكل ده. ولكن لما بدأت أفهم وأقرأ وكده وأتعلم، فهمت إنه في نمط معين للشخصية، في شخصيات نرجسية، هو كده بيحب نفسه، مستغل، بيبص للناس على إنهم أشياء بتلبيله رغباته. وفهمت برضو إن في شخصيات عانت في طفولتها أو عندها مخاوف معينة، فبتبقى بتعاملك بسبب بمخاوفها. يعني ايه بتعاملني بمخاوفها؟ يعني هي مثلا تعرضت للإهمال مثلا من والدها، أو تعرضت للإهمال مثلا من والدتها، فتبدأ إن هي تشوف فيكي إن انت ممكن تعملي فيها زي ما والدتها ما عملت، فتبدأ كل تصرف انت تعمليه تفهمه غلط، ان هو اهمال او ان هو تقليل او كذا او كذا. كل ده انا فهمته بدراستي لعلم النفس، اللي هي ما انا مشيت في السكة دي لاني كنت مضطرة، لان انا كنت لازم افهم بقى الدنيا يعني كانت اسودت قوي زيادة عن اللزوم. هي بقى الرحلة في تعلم علم نفس البني آدم اتفتح لي سكك كتير ان انا اتعلم حاجات كتير تانية. يعني مش بس اتعلمت علم نفس، اتعلمت كمان إدارة الضغط النفسي وازاي ندير الأزمات النفسية، اتعلمت في علم الألوان، اتعلمت في علم الروحانيات، اتعلمت في علم الطاقة، اتعلمت حاجات كتير قوي. وبقيت بربط الحاجات ببعضها، أربط الحاجات ببعضها، ولاقي إن كله بيسلم لكله، وإنه العلم متكامل جدا وبيكمل بعضه. وانه البني ادم فعلا اسراره، يعني الاسرار اللي ربنا اودعها فيه لا متناهيه، لا متناهيه. حتى كمان لما بقيت بنقرا في القران، بقيت بتدبره بشكل مختلف وبفهمه بشكل مختلف خالص. بقيت بشوف العبادات حتى بشكل مختلف. العبادات ليها ابعاد نفسيه وروحانيه وطاقيه، والموضوع يعني ما بقاش بس ان انا مضطرة اتعلم علشان خاطر افهم هو انا ليه محبوسة في حتة معينة من العلاقات، او مش عارفة اتعامل ليه مع الناس. لا، الموضوع بقى شغف، بقى شغف، اللي هو انا كل عميل بيجيلي يحجز جلسة انا ببقى شغوفة ان انا اقعد افك بقى وافكفك كده، وقاعد اشوف هو هنا كان ناقص ايه وهنا كان ناقص ايه، وهو يبقى شبه البازل كده، وانا عمالة بركب في البازل عشان نوصل للحتة اللي فيها مشكلة. فاول ما اقول له الحتة اللي فيها مشكلة، الموضوع يعني بيبقى فيه يعني تقدم مذهل جدا للشخص. ممكن من اول جلسه كده يقول لي ياه انا حاسس ان في حاجه كانت على قلبي وراحت، او حاسس ان انا تمام فهمت المشكله فين. فعلم النفس وان انا افهم نفسي، فبعد كده اقدر افهم الناس، ده لا غنى عنه بجد لاي بني ادم، بجد لا غنى عنه لاي بني ادم انه يفهم نفسه. فلما يفهم نفسه هيقدر يفهم الناس اللي حواليه، هتبقى علاقاته احسن، هيفهم دوافع الاشخاص اللي بيتعاملوا معاه، مش هيبقى بيتضايق زي الاول بقى. يعني هتلاقي نفس حاجات كانت بتعصبك زمان انت بطلت تتعصب، خلاص انا فاهم بقى هو متعصب عشان عنده جرح في الطفولة، انا ماليش دعوة، مش مشكلتي، يعني مش انا اللي المشكلة. هو مثلا مكتئب عشان هو عنده مشكلة مثلا مع الماضي، لكن مش معايا انا، مش دي مش مشكلتي، مش ان انا السبب. تمام. فبتلاقي نفسك هادي كده وانت بتتعامل مع الناس، مش متضايق مش متعصب، مش حاسس ان في تقل عليك، او كل ما حد يبقى بيتعامل بشكل في تنشن كده معاك انت تقوم
متضايق من نفسك ومتضايق من الشخص، بالعكس هتلاقي نفسك شعورك بالرحمة ناحية الشخص ده زادت. يعني تلاقي نفسك كده بقيت بترحم الناس اكتر، بتبص لهم بنظرة كده ان هم ايه، يعني معلش هم ما يعرفوش اللي انت تعرفه، يعني ما تعلموش اللي انت اتعلمته. الحمد لله ان الواحد اتعلم وعرف وفهم نفسه وبقى بيعرف يتعامل معاها. فأنا كل ما أقرأ في علم النفس وأفهم نفسي وأتعلم عن نفسي أكتر، كل ما أنا هبقى يعني هادي نفسيا جدا، مطمن، عارف أتعامل مع الناس. عشان كده أنا عملت كورس اسمه كورس من أنا. كورس من أنا هو كورس بيعلمك إزاي تفهم نفسك من أعمق الأعماق، يعني تفهم نفسك وتفهم مشكلتك فين من عمقها، والبداية فين. ايه اللي مخليك متضايق طول الوقت وانت مش فاهم انت متضايق ليه؟ ايه اللي مخليك خايف طول الوقت وانت مش فاهم انت خايف ليه؟ وازاي بقى نحل بقى الخوف ده من الجذر بتاعه، نفهم احتياجاتنا، نفهم احنا ايه الاولويات بتاعتنا، كمان نعرف شغفنا فين، ونعرف ازاي نوصل. مهم قوي ازاي نوصل. ف كورس من انا كورس يعني تحفة بجد، اللي حضروه يعني حياتهم اتغيرت. بجد طريقتهم في التعامل مع نفسهم ومع الناس اتغيرت تماما. لو عايز تحضر الكورس ده اسأل عليه، ابعت لنا، اكتب كومنت او ابعت لنا رسالة اسأل فيها عن كورس من أنا. بجد بجد الكورس رهيب رهيب رهيب. هي أقوى حاجة تقدمها لنفسك هي ان انت تستثمر فيها، تستثمر في نفسك، متستخسرش في نفسك حاجة. كل فلوس انت هتحطها ان انت تخلي نفسك احسن وافضل، او وقت المحتوى المجاني اللي موجود على سواء على قناتي او على قنوات تانية عشان تتعلم ازاي تكون احسن، الكتب اللي بتعلم في علم النفس، تمام؟ يعني مش بس الكورسات المدفوعة بس، بجد اي وقت هتستثمره في نفسك، اي فلوس هتستثمرها في نفسك، انت مش متخيل دي ممكن تنقلك لحياة تانية افضل، تديلك افكار افضل، تديلك فرص في الحياة احسن. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت كل ما تطور من نفسك وتتغير للاحسن كل ما فرصك في الحياة تتحسن. ما تستخسرش في نفسك انك تكون احسن.